ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن إيران. أنا عايزك تتخيل يا صديقي إنك قاعد على بحر من البترول والغاز، يعني حرفيا ثروتك في قارة بحالها، وعندك تاريخ حضاري وإمبراطورية كانت بتهز الأرض من آلاف السنين، بس في نفس الوقت مش عارف تشتري قطع غيار لطيارتك المعدنية، وعملتك بتنهار ونص الكوكب فارض عليك عقوبات ومستنيك تغلط أي غلطة عشان يمحيك من الخريطة. هتقولي طب إيه التناقض ده؟ هقولك أهلا بيك في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، البلد اللي محيرة أمريكا وموترة الخليج وشغلة كل نشرات الأخبار كل يوم. النهاردة هتعرف إيه حكاية إيران وليه كلهم شيعة، وإيه سر العداوة التاريخية مع أمريكا والخليج وهم رايحين على فين دلوقتي. ما تنساش كوباية الشاي بتاعتك وركز معايا عشان الحكاية فيها أكشن كتير. مبدئيا كده عشان نفهم دماغ صانع القرار الإيراني النهاردة لازم نرجع بالزمن لورا شوية، وتحديدا سنة 1501 ميلاديا. في الوقت ده يا عزيزي ظهرت الإمبراطورية الصفوية في إيران، ومؤسسها شاب اسمه الشاه إسماعيل الأول. الشاه إسماعيل ده بص حواليه لقى نفسه متحاصر. من الغرب الإمبراطورية العثمانية السنية المرعبة، ومن الشرق جماعة مسلمين اسمهم الأوزبك وهم سنيين برضه. الراجل ده شغل دماغ السياسة العبقرية والميكافيلية وقال لك أنا لو فضلت سني زي جيراني العثمانيين هيبلعوني في أي لحظة، والمشكلة إنه محدش هيحس بفرق. طب إيه الحل؟ الحل بقى إن نعمل هوية دينية وقومية مختلفة تماما تفصلني عنهم. وهنا قرر فرض المذهب الشيعي الاثنى عشري كمذهب رسمي للدولة الإيرانية، وبدأ ينشره بالقوة في البداية، ومع الوقت تحول لهوية وثقافة راسخة في وجدان الإيرانيين. يعني القصة في أصلها يا صديقي كانت أمن قومي وحركة سياسية عبقرية عشان الفرس يحافظوا على استقلالهم قدام جيرانهم، ومن ساعتها إيران بقت المركز الروحي والسياسي للشيعة في العالم. عايزك تنط معايا بالزمن القرن العشرين وتحديدا سنة 1953. إيران كان عندها رئيس وزراء منتخب ديمقراطيا كان اسمه محمد مصدق. الراجل ده صحي من النوم وقال لك هو ازاي بريطانيا بتاخد بترولنا واحنا بناخد ملاليم، وقرر يأمم البترول الإيراني. وطبعا بريطانيا وأمريكا اتجننوا وراحوا عملوا انقلاب عسكري شالوا بيه مصدق، ورجعوا واحد اسمه الشاه محمد رضا بهلوي للحكم عشان يبقى حليفهم المطيع في المنطقة. الشاه عاش دور الامبراطور وفتح البلد للغرب، وبنى جيش قوي بس في نفس الوقت قمع اي معارضة، والناس كانت بتغلي لحد ما وصلنا لسنة 1979 وتحديدا الثورة الإسلامية. الشعب الإيراني بقيادة رجال الدين وعلى رأسهم آية الله الخميني، وقدروا يطيحوا بالشاه، والشاه هرب وراح أمريكا عشان يتعالج. الإيرانيين قالوا لأمريكا سلمونا الشاه نحكمه، أمريكا قالت لا، وهنا حصلت الحادثة اللي غيرت التاريخ. طلاب إيرانيين اقتحموا السفارة الأمريكية في طهران واحتجزوا 52 أمريكي كرهائن لمدة 444 يوم. أمريكا اتفضحت عالميا، ومن اللحظة دي انقطعت العلاقات تماما. الخميني سمى أمريكا الشيطان الأكبر، وأمريكا شافت إيران دولة مارقة وراعية للإرهاب. وزاد الطين بلة لما إيران بدأت برنامجها النووي اللي إسرائيل وأمريكا شايفينه كابوس وجودي. تقول لي أمريكا وفهمناها، طب دول الخليج مالهم؟ ما هم جيران ومسلمين زي بعض. هقول لك يا صديقي إن الموضوع مش مجرد سنة وشيعة زي ما الإعلام بيصور لك، الموضوع جيوسياسي بحت. لما الخميني مسك الحكم سنة 79 طلع بمبدأ مرعب اسمه تصدير الثورة. يعني إيه؟ يعني إحنا مش هنكتفي بالثورة الإسلامية اللي حصلت في إيران وبس، إحنا هندعم الحركات الإسلامية والشيعية في الدول المجاورة عشان يعملوا ثورات زينا. دول الخليج اللي نظامها مستقر شافت إنه ده تهديد وجودي، وبدأت اللعبة يا عزيزي لعبة الحرب بالوكالة. إيران بقت تلعب على المكشوف وعملت أذرع مسلحة في كل حتة. أولا في لبنان جماعة اسمهم حزب الله، وفي اليمن الحوثيين اللي بقوا يضربوا صواريخ على السعودية والإمارات، وفي العراق وسوريا فصائل وميليشيات مسلحة بتحركها طهران. دول الخليج شافت إنه إيران عامل زي الأخطبوط مد الدراع في كل حتة عشان يسيطر عليها ويخنقها، ومن هنا الصراع بقى على الحدود والنفوذ. والأمن القومي المباشر مش بس صراع على المنابر والجوامع. طب وإيران من جوه عاملة إزاي دلوقتي؟ إيران حاليا عاملة بالظبط زي حالة الضغط، التضخم واصل لأرقام فلكية، ومن جوه أجيال جديدة من الشباب اللي بيمثلوا أغلبية الشعب مش مقتنعين بأيديولوجية الثورة بتاعت 79. الشباب دول عايزين يعيشوا ويشتغلوا ويلبسوا اللي عايزينه ويتواصلوا مع العالم، وشفنا ده في مظاهرات مهسا أميني وغيرها اللي هزت أركان النظام. طب إيه المصير المتوقع دلوقتي؟ في النهاية يا صديقي إيران مش دولة عادية، دي حكاية معقدة ومتشابكة فيها الدين بالسياسة، التاريخ بالجغرافيا، لاعب ذكي وعنيد في رقعة الشرق الأوسط، وكل حركة بيعملها بتأثر علينا كلنا. وبس كده، ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة. سلام.